عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم قلت خارجه نضرب دويره بسايكلين اولا ندير سايكلين لمده شي نص ساعه تقريبا. قلت علاش لا ما ناخذكمش معايا منا تشوفوا الاجواء ديال الاجواء الخارجيه، ومنا تشوفوا الطرق والشوارع كي دايره هنايا في هذه المنطقه اللي هي فوني. فقلت علاش لا نخرجوا مع بعضياتنا نتساهلوا شي شويه، منا نديروا رياضه، منا نطلقوا عويناتنا نشوفوا شنو كاين. فخليكم حتى لاخر الفيديو ما تزبطوش. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. نبداو على بركة الله، بسم الله، توكلنا على الله. انا اليوم رانا معطلة لانه نورمالمون الشمس طلعت، نورمالمون تنهبط تنخرج يا بكري مع 6 الصباح او لا في العشية مع 7 على كما تكون الدنيا خاوية، لانه مع 5 6 بحال هكاك قبل المغرب تكون الدنيا عامرة، الناس خارجين من الخدمة فكيكون شوية ديال الزحام. كاين واحد السيد هنايا غنديكم عنده، ناخدو الشاي هو الاول، عنده تصاوب شاي زوين. هنايا كاين واحد من الافخم المولات اللي كاينه في فوني، اللي كتعتمد، اللي اصلا تبنى على معايير عالميه، يعني كيشبه المولات اللي كاينه في الدول الخليج. سميتو الميلينيوم، مول اوف ذا ميلينيوم. تنجينا ناخذكم عاوتاني ندير لكم جوله هنايا، غتيوجدوه دابايا، كاين ديكوراسيون زوينه كيوجدوها لديوالي. وصلنا عند مول الشاي، هذا ديما ما شاء الله تيكون عامر الناس. دابا وقيته الصباح باقي تصاوب شاي زوين، انا تيعجبني عنده. الناس ديجا واقفين عامرين. هذا هو المحل، وهذا الشاي من افضل المشروبات اللي عندي عند هذا السيد، هذا تعجبني بزاف. صحتكم. جا مقابل مع المول. هذا هو المول اللي قلت لكم، ما عرفتش باين لكم الديكوراسيون تمايا راه ذهبي، دايرين فلامينغو هنا كبيره. في الليل كاين الالعاب المائيه، داك ماشي الالعاب ولكن كيقولوا ليها الموسيقى المائيه كتخدم بالليل. خاصني تنجيب لكم نجي خصوصا وندير لكم دوره في هذا المول زوين. نكملوا الدوره ديالنا. سبيد بريكر هنا فاش تيقتلوكم بزاف ديال سبيد بريكر. غنمشي تقريبا وسط البلاصه اللي كيكون عامره في الليل، غنوريها لكم، نخليكم تكتشفوا معايا واحد من الشوارع اللي كاينه في فوني. بالنسبه كاين بزاف ديال التعاليق اللي كيقولوا بان الهند انها مسخه، وطبعا ماشي كل الهند، كاين مناطق اللي معروفه بسميتها يعني ما نقياش، يكون فيها الحيوانات بحال الجاموس والوساخ، ولكن الحمد لله مدينه فوني كتعتبر من المدن اللي هي اصلا غادا في طور النمو، لانه كتعتبر كانها هاب IT هاب. فالبنايات
كتعتبر مترو سيتي، ثاني وحده من بعد بنغلور. النمو الاقتصادي، النمو السياحي، اي حاجه، النمو التكنولوجي. كاينين شي حوايج هنايا بداو في الهند قبل ما يبداو في دول عربيه. بحال اش نعطيكم امثله، مثلا بحال توصيل الاكل، طلبات، هذه بدات هنا في الهند. الا قارنتها مع الدول العربيه طبعا ماشي مع الصين وماشي مع الدول اللي متقدمه اللي كتعتمد على التكنولوجيا اكثر من اي حاجه. حجز التكاسي اللي هي حاجه قديمه عندهم هنايا. كاين جوج شركات اللي هما كبار هنايا في الهند، معروفين على حسب المنطقه، اللي كاين ما اوبير واولا. اولا كاينه في مهاراشترا، اوبير كاينه في هريانه. المناطق الاخرى ما عنديش عليها خلفيه، لانه كاين بعض الولايات ما عندهاش هذه الخدمه ديال حجز التكاسي. المواصلات رخيصه هنايا ماشي غاليه. الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش هنا في الهند هي السياقه. ما كاينش احترام للقوانين في السياقه هنايا. يعني واحد غادي داخل يدخل لك اليمين، تدخل في اليسار ويدار انديكيشن من دون ما يعطيك سيجنال انه داير اليمين ولا انه داير قليل. حتى تيكونوا البوليس مثلا في بلايص اللي هما كيكون فيها الاكتظاظ، عاد تلقاهم تيديروا هاد تلتزموا. اما الاغلبيه الا شفتوا كاين بعض المرات تيديروا حملات على مالين البايكس، مالين الموطورات ما لابسينش الهلمت او القبعه الوقائيه الخاصه بالدراجين، فكيديروا عليهم حمله، كيعطيوهم مخالفه. وطبعا ما نساوش ان كاين هنايا حتى هو الرشوه، يعني باش ما يعطيكش مخالفه مثلا اللي كتكون قيمتها 2000 روبيه ممكن تدور معاه تعطيه 500 على حسب انت وشطارتك. ولكن الحمد لله الفتره كامله اللي انا عايشه في الهند ما عمرني ما واجهت هاد المخالفات، مع العلم ان درت حوادث كثيره. ولكن الحمد لله هنا كتعتبر واحد المدينه اللي هي امنه حتى في الليل. يعني انا بعض المرات تنخرج بالليل بالطوموبيل بوحدي. كنوقف بعض المرات كاينين كيوسكات ليليه اولا محلات ليليه، هادو كيكونوا عشوائيين، نوقف نشرب شاي، الا جاني الجوع ناكل، ما كاينش اللي يهضر معايا او يدوي معايا. فهاد الحاجه انا كتعجبني هنايا. اللهم لك الحمد ما عمرني ما تعرضت لشي مضايقات ولا، اللهم لك الحمد، هذه نعمه. تقريبا هنايا الدراجات كنعتبرهم انايا كاكثر من الطوموبيلات، لانه كتسهل بزاف على الناس وكيتفاداو بها الزحام. وصلنا لواحد الشارع اللي سميتو داتا مندير. هاد داتا مندير بحال تقولوا سويقه فيه كل شيء. كما قلت لكم دابا يا الصباح ما يكونش عامر بحال العشيه. هذه ممكن تسميوها جولة ميدانية. المنطقة سميتها منطقة وقار. شوفوا الأجواء كي دايرة. لحد الآن ما شفت شي حيوان ولا جاموس في الشارع الأغلبية. لا كاين شي حوايج اللي أنا صراحة كديرونجيني ملي كنقراها، هذيك الوساخ والحيوانات اللي مشيتي والعفان. ماشي كل، لانه الهند تبارك الله راه كبيره، راه دير شي 10 المرات من المغرب ولا المهم اكثر من 3 المرات، لانه غير ولايه مهاراشترا مساحتها كتساوي المغرب. وتخيلوا تبارك الله معنا ولايه البنجاب، ولايه هريانه، ولايه كرناطكا، شحال من ولايه راه كاينين وكبار ماشي تصغار.
عندي بعض الحوايج اللي كندردشها معكم مادام حنا في الشارع باش ما نخليش الفيديو ساكت اللي كتشوفوا. اللهم نعطيكم كذلك معلومات. هنا العيالات بكل حريه كيسوقوا السكوتي، اغلبيتهم كيسوقوا سكوتي، ولا شافوا شي بنت سايقه البايك بحالي انا تيبقى واو بنت سايقه بايك، يعني موتور، ماشي هذوك الموتورات العاديين، الموتور الا صادفت ما عرفتش واش غيكون صادفني الحظ انني نلقى شي بنت دابا هي سايقه الموتور. ما بغيتش ناخذ الموتور لانه غتكون السرعه اكثر من هكا. عندي دراجه اللي هي الكترونيه كتخدم بالباتري، حتى الا عييت غتمشي بوحديتها، خاصني غير نكتيري فيها. هنايا كاين معبد، هذا معبد. زدت لكم واحد زوديو كروما مثلا بحال زوديو اللي دزتو. هاد زوديو هو اللي محل اولا براند هنا في الهند كتبيع الملابس بأثمنة مناسبة، يعني الأغلبية الناس ممكن أن يشتروا منها، يعني الطبقة المتوسطة من الساكنة ممكن يشتروا منها. سيكون عندهم شي حوايج زوينة، ولكن بالنسبة لي كتجربة الكواليتي ديال الحوايج ماشي تلهيها. هذا شارع معروف هنا في الدار تمندير، فيه المحلات ديال الماكلة. كاين واحد الفود كورت هنايا، هذا تا هو تبارك الله مع الشتا. الناس اللي الاغلبيه كيكونوا مخليين ديورهم هنايا، يعني كيكون الاهل ديالهم عايشين مثلا خارج بونا تيجيو تيخدموا هنايا، فكتكون هاد البلايص مثلا ديال المجمعات ديال الماكله بحال هاد الفود كورت تيكون عامر، لانه كيكونوا ساكنين جزائريه مع بعضياتهم باكشلرز، فتيكون الدنيا عامره هنايا، تيساليو خدمتهم وتيجيو هنايا باش ياكلوا. هاد المنطقه بالنسبه للكرا ديالها المحلات التجاريه غاليه، يعني ممكن يوصل المحل 6000 درهم مغربيه. كتعتبر منطقه شويه راقيه مقارنه مع المناطق الراقيه، كلين نقيه، الناس ديالها الله يعمرها دار، ناس مزيانين كيبغيو يساعدوا يوريو. علاش الناس تبارك الله العيالات يخدموا في كل شيء، يعني الطبقه الفقيره ما عندهاش واحد البديل، يخدموا في كل شيء، يخدموا في النظافه، يخدموا في البني، يهزوا الطوب، يهزوا الحجار. يعني النساء الهنديات واحد الفكره اللي خديت عليهم انهم مكافحات، خاصه هذو اللي كيكونوا من الطبقه الفقيره كيكافحوا وما كيتشكاوش. تلقاه مسكينه مثلا بحال هذه هازه الزبل وهذا وكتضحك وناشطه، يعني متقبله النصيب ديالها اولا كنقولوا القدر ديالها. كاينه عندي حتى انا خدامه تبارك الله 3 د الوليدات، كتجي
ومع يعني ملي كتكون ديرونجيه كنعرفها ان كاينه شي حاجه. كاين الاغلبيه ديال الاوقات تجي جود مورنين ديدي، كي دايره لاباس عليك بخير، هادي على ما بان ليا ما شفت حتى شي وسخه حتى لدابا. وما شفت حتى شي جاموسه تدور. الا لقيتها القدام ما نعرف، الله اعلم. المهم كاينش. الا كتاب ان شاء الله ندير لكم فيديو عاوتاني، ولكن في الطوموبيل ماشي في الدراجه. في الليل نخرجكم تشوفوا الاجواء عاوتاني بالليل. هذا بالنهار نخرجكم عاوتاني تشوفوا الاجواء بالليل. ما نقدرش نخرج هذه مع العشرة ديال الليل مثلا. البيسيكليت نخرجها مع العشرة ديال الليل لانه الوقت معطل، والدار عندي ما غيبغيونيش نخرج بالبيسيكليت في هذه الوقيته. يعني نخرج بها معاك خاصني نرجع مع ديك 9. بالنسبه للاوتوريكشا خاصكم تردوا البال معاهم، لانه اول حاجه هما بكثره متواجدين متوفرين في اي وقت، وتردوا البال معاهم ملي تركبوا، لانه بعض المرات ما تيخدموش العداد، او لا تشطروا معاهم قبل ما تركبوا، لانه بعض المرات غيشوفوك اجنبي غيبغيو يزيدوا عليك الثمن. فهذه ردوا منها البال وتشطروا على راسكم قبل ما تركبوا في الاوتوريكشا. ممكن انكم تسولوني كيفاش غنشطروا على راسنا، حنا اصلا ما عارفينش بشحال يعني غيحسب لينا، او المسافه من ا حتى ب شحال غتساوي. فغنجاوب نعطيكم واحد الحل زوين. غتدخلوا ولا غتنزلوا لابليكاسيون ديال على حسب منطقتكم، الا كاينه داك خدمه التوصيل، خدمه حجز التكاسي اونلاين، فكتدخل وكتسجل البلاصه منين نتايا وفين باغي تمشي. هما غيعطيوك الثمن ديال الرحله. فعلى هذاك الاساس، لانه كيكون اقتصادي، على هذاك الاساس غادي تشطر مع السيد مول اوتوريكشا. مالين الديسير هذا كيبيع اتاي. هو يمكن كيمشي بلاصه فيها المكاتب فكيدي الطرموسه ديالو وتيوزع. هاد العيالات يمكن الوقفه ما عرف ولا كيتسناو شي حد، الله اعلم. الشيء اللي قلت لكم دابا دا جاي مخالف للسير، باش ما يضربش دوره كبيره جاي معاكس. في الهند خاصك تكون حريص، الا كنتي كتسوق في الهند خاصك تكون حريص على السياقه تاعنا، تكون حريص جدا جدا جدا. ترد البال وانت سايق، ترد البال، ما تعرفش شي حد يخرج لك من هنا ولا من هنا. وي سي اوتوريكشا داير سبيكر. على قاعة ثاني تا هو جاي معاكس. ما جيش كلي بعد. هذا جاي توا معاكس.
واحد النهار وقع لي بهادي بالسايكل، وقع لي نفس المشكل. واحد جاي وانا جايه بسبيد، تدخلت فيه نيشان، عوج ليا لهاد اللي قدامي، عاد تحديته ونقصت من فوق البيسيكليت. بقى تيقول لي سوري مان سوري، يو غوت هيرت واش تأذيتي؟ لي ماشي مشكل، كان عنده سكوتي. الطريق اللهم نمشي نيشان احسن. هانت هو هذا توا معاكس. اذا عكسنا هادشي كامل باش ما يضيعش الوقت ويدار دوره ويضيع الفيول. هنا كيوقف الباص، داكشي علاش الناس واقفين. باي. الشمس 10 عادي، يمكن 10 ونص. هانتوما المعاكسين، إذا عكسنا أوتوريكشا داير حفلة. الميموار عمرت عندي، فمسحت فيديوهات قدام باش نكمل لكم الجولة. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو مع الناس اللي مهتمة انها تعرف على الهند او اللي باغا تعرف على طرق الهند. فهذه وحده من الاماكن اللي كاينه في كونا. من هنايا الفيديو الجاي خليت لكم راحة، مع السلامة. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.